بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا صباح الفل، يا صباح الهنا والسعادة على كل متابعينا والدنيا كلها. إن شاء الله النهاردة هقول لكم طريقة عمل فطاير الحليب. فطاير الحليب اللي احنا بنشتريها بالغالي من الأفران. إن شاء الله النهاردة هنعملوها بطريقة سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت مش مكلفة، على قد الإيد. تعالوا بقى معانا نشوف الطريقة. هنحضر البولة بتاعتنا الجميلة. هننزل بكوباية مية دافية، عليها معلقة كبيرة خميرة فورية، 4 معالق كبار سكر. نقلب الخميرة مع السكر جيدا. أول ما تلاقوا الخميرة طلعت رغاوي كده، اعرفوا ان هي صالحة للاستخدام، ما شاء الله يعني نشطة. هننزل ببضاية، قلب كويس، وربع كوباية زيت، وكوباية ونص لبن او حليب. عايزين تستبدلوه بلبن بودرة مفيش اي مشكلة. ومعلقة صغيرة فانيليا، طبعا الفانيليا بتدي ريحة رائعة للمخبوزات. ومعلقة كبيرة خل، الخل طبعا محسن، يخلي الفطاير جميلة بصراحة. طبعا الكمية ديت كيلو دقيق يا جماعة. نزلنا على الكيلو الدقيق بمعلقة صغيرة ملح، ونبتدي بقى نعجن. لان العجينة محتاجة لسه شوية مية، نزلنا بربع كوباية مية، وعلى حسب نوع الدقيق، في دقيق ياخد معاكم كوبايتين مية، في ياخد 3 كوبايات مية، على حسب نوع الدقيق. ننزل بالعجينة كده بقى على الطاولة عشان نعجن براحتنا. ما تقلقوش لما تلاقوا العجينة ماسكة في ايديكم. حضروا بولة فيها شوية مية، وبلوا ايديكم كده بالمية، هتلاقوا العجينة واحدة واحدة تسيب من ايدكم. تبلوا ايديكم وتبلوا العجينة، حاجة بسيطة. بسم الله ما شاء الله. العجينة احنا عايزينها تبقى ناعمة وفي نفس الوقت طرية جدا. هننزل بمعلقتين كبار سمنة، عايزين تستبدلوهم بمعلقتين كبار زبدة مفيش اي مشكلة. ما تقلقوش لما تلاقوا العجينة وانتوا بتعجنوها مع السمنة قطعت معاكوا، هترجع تاني تلم مع العجن. ما شاء الله اصبحت العجينة جاهزة. هندهن وش العجينة زيت، والبولة ندهنها دهنة زيت خفيفة كده، ونترك العجينة تخمر لمدة نص ساعة. ما شاء الله خمرت معانا في منتهى الجمال. ننزل بالعجينة، نخرج منها الهواء، ونقسط العجين، نقطعه. العجينة ما شاء الله طرية جدا وناعمة. احنا عايزين عجينة تمسك شوية في الايد. تقطعوا العجينة على حسب بقى ما انتوا عايزين. عايزين الفطاير كبيرة، اعملوا قطعية العجينة كبيرة. عايزينها صغيرة، اعملوا قطعية العجينة صغيرة. نبتدي نكور الفطاير بتاعتنا الجميلة، ونغطي الفطاير بكيسة كده، علشان خاطر مش عايزين وش الفطاير ينشف معانا. نبطط بقى الفطيرة اهو زي ما انتوا شايفين، واحدة واحدة كده بالراحة على العجينة يا جماعة. ما شاء الله هي العجينة بتتفرد معانا بمنتهى السهولة. طبعا احنا عملنا الحشوة نوتيلا، احنا هنعمل جزء محشي نوتيلا وجزء سادة بالسمسم. تقفلوا بقى الفطاير كأنكم بالظبط بتقفلوا قطايف، بس تقفلوها كويس علشان خاطر مع السوا الفطاير ما تنزلش الحشوة منها. نجيب صينية وندهنها دهنة زيت كده خفيفة، ونرصص الفطاير الجميلة. ما شاء الله كيلو الدقيق هيعمل لنا كمية جميلة، كمية فطاير حلوة. نجيب ربع كوباية لبن، ونحط عليها معلقة كبيرة سكر، ونقلبهم جيدا، وندهن وش الفطاير. عايزين تدهنوا وش الفطاير مية بسكر
تمام، مفيش اي مشكلة، خل بيض اللي تحبوه. بسم الله ما شاء الله، تحفة. الفطاير السادة بططنا اهوت الفطيرة على ايدنا اهو، واحدة واحدة كده، ودهنا وشها اللبن، ورحنا نازلين على السمسم وهي في ايدنا كده. نكون محضرين الفرن، يعني مسخنين الفرن كده 10 دقايق قبل ما ندخله الفطاير على درجة حرارة 180 اهو يا جماعة زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، اصبحت اهي الفطاير بتاعتنا جاهزة، حاجة في منتهى الجمال. بصوا كيلو الدقيق عمل معانا قد ايه يا جماعة فطاير، توفير ونظافة وطعم رائع وريحة رائعة، مع كوباية بقى شاي بلبن الصبح كده. لو انتوا مش حابين تفطروا بقى الفطار التقليدي فلافل وفول او جبن، لا هي يعني الفطاير في منتهى الجمال، تفتح النفس. زي ما انتوا شايفين السوا، بصوا معانا طرية ازاي وقطنية ما شاء الله، والله مش مستحملة ايدي وانا بقطعها. وده هو الفطاير السادة اللي بالسمسم، ايه الجمال ده، بسم الله ما شاء الله. طبعا ما قدرتش اقاوم، اكلت على طول. ويا ريت ما تنسوناش باللايك والاشتراك، وتعليقاتكم طبعا تهمنا جدا، عايزاكم بقى تعملوها وتكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم فيها. وبألف هنا وشفا.